حضراتكم حلقة جديدة على الهواء مباشرة من برنامج المرأة الأول اللي بيذاع على شاشة تلفزيون الإسكندرية بنات أفكار. السيدة مها مرعي النهاردة مها هتكون معانا مش عشان تقدم لنا طبق كعادتها زي ما عودتنا، هي دايما بتقدم لنا أطباق جميلة وحلوة ومبتكرة وجديدة، لكن هي النهاردة معانا بفقرة تانية جديدة خالص. هي محبة جدا للزرع وهتعرفنا ازاي نقدر نزرع في الشوالي صغيرة في أزايز صغيرة أنواع مختلفة من الزراعات الحلوة الجميلة اللي ممكن تضفي شكل ولمسة جمالية مش على الحجرة أو على الشباك أو البلكونة، ولكن كمان بتضفي لمسة جمالية في المطبخ، لأن احنا ممكن نزرع الجرجير والبقدونس والنعناع، حاجات كتيرة. رجعت لحضراتكم مرة تانية، وبناء على طلب المخرجة هعيد تقديم الفقرة لزراعة الفراولة. واحنا النهاردة كمان اهو بصوا في الكادر يا رب تطلع معايا زراعة الفراولة. بصوا الفراولة جايبها لنا مها زي الفل، جميلة وحلوة. هنتعرف كمان من خلال صديقتنا وصديقة البرنامج صديقة القناة الخامسة مها مرعي ازاي نقدر نزرع الفراولة وتكون موجودة عندنا في بيتنا ونبقى مبسوطين بيها. نطلع معاكم بقى الفاصل ونروح نشوف معاكم الفوائد الصحية والتجميلية للفراولة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية من جديد مع السيدة مها مرعي اللي جايبها لنا النهارده. بتقولي ايدك فيها البركة تقطعك، والله العظيم ما جيت جنبها. ازيك يا مها؟ اهلا وسهلا. ازيك يا أميرة؟ ما جيتش جنبها. لا انت تحطي لها البركة بس. اهلا بيك يا أميرة واهلا بكل اصدقائنا المشاهدين. كل سنة وحضراتكم طيبين. الربيع خلاص يعني يحب الزرع والدنيا ربيع بقى والزرع بديع. فاحنا حلقة النهارده بقى يعني ان شاء الله تكون كلها خضرة ويجعل حياتنا كلها خضرة يا رب بإذن الله. بس قولي لي ده زراعتك ولا جايباه من حتة؟ لا احنا يعني هثبت لك انه زراعتي، لان احنا جايبين النهارده فلاشة فيها كل الصور من البلكونة، واتمنى ان كلنا نخلي بلكوناتنا خضرة. وعايزة اقول لحضراتكم ان الموضوع بسيط جدا. هي الموضوع كلها شوية بذور زي ما احنا اتفقنا في الحلقات اللي فاتت. النهاردة في تشكيلة جديدة من البذور جايبة لحضراتكم. معانا البامية، يمكن احنا اول مرة. اتفضلي. البامية والملوخية عشان احنا داخلين في الصيف فممكن قوي انها تمشي. اتفضلي، ادي البامية وادي الملوخية. يا ريت نبدأ نزرعهم من دلوقتي. ما بنجيبهم منين؟ في محلات في بكوس وفي محلات في الحضرة عند وكالة الخضر والفاكهة. طب ودول والفلفل والطماطم والفراولة. فلفل وطماطم وفراولة وخيار. بصي الحبة دول مثلا بيطلعوا قد ايه؟ لا هم يطلعوا كتير الحقيقة، يعني من الآثار المتوسطة مثلا زي كده ممكن يعملوا 10، لان احنا 10 وحدات. هقول لك ليه. خيار انا بخلي معلقه صغيره زي كده، هي دي اللي انا بعاير بيها البذور. ما بكترش البذور لان على قد ما تكون الشاليه او القصريه صغيره اقلل البذور. يعني دي تاخد ربع معلقه مثلا، قصريه زي اللي قدامنا دي تاخد ربع المعلقه الصغيره. لكن كل ما تكبر القصريه كل ما اكتر البذور شويه، يعني تبقى مثلا المعلقه دي نصها لقصريه كبيره عشان الزرع ياخد راحته في النمو. طيب احنا هدفنا ايه؟ هدفنا ان احنا نعمل طبق سلطة صحي واورجانيك من غير اي كيماويات. برضو جبنا البذور معانا المرة اللي فاتت، ادي الكرفس، وجبنا معانا زرعنا حتى احنا على الهوا قبل كده الشبت والبقدونس وده كزبرة مع أسرة أخرى. احنا كلنا اخوات في القناة الخامسة، بس بتكلم يعني طبعا إن أسرة أخرى. لا وممكن نعمله برضو تحت أمركم تاني، نعمله تاني وتالت طبعا. وده الجرجير ومعانا الفجل. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ طبق سلطه صحي ما يكونش فيه كيماويات خالص. واتفقنا مع بعض ان احنا هنحط له سماد طبيعي. يعني ايه؟ يعني احنا بنشوف الزرع عند المشاتل صحي ونضر، وممكن لما نخليه في البيت بنلاحظ انه دبل او تعب شويه. احنا ممكن نعمل حاجتين. في سماد طبيعي بيتباع جاهز اللي هو اسمه الكومبوست. الكومبوست ده مش غالي، يعني هو الكيلو بيعمل 4 جنيه. ممكن باخد منه ل10 قصاري، يعني انا باخد مثلا على قد كوبايه لكل قصريه، بخلطها بالبتموس والرمل. ممكن حاجه تانية، ممكن ازود للزرع الكالسيوم. قشر البيض المسلوق بطحنه بايدي كويس وبخلطه مع الرمل والبتموس والطينه اللي انا بجيبها من المشتل
بنسب بقى ازاي؟ انا بخلي البتموس هو التلتين، والتلت عباره عن خليط من الرمل والطينه اللي هي بجيبها من المشتى. ازود معاه بقى الكومبوست يديله سماد طبيعي 100%. تاني معلش الحته دي نقول هنعمل خليط. الخليط عباره عن ايه؟ عباره عن التلت بيبقى خليط من البتموس والطينه اللي بجيبها من المشتى، الطينه اللي هي الطمي العاديه. التلتين بتموس. ايه هو البتموس؟ ده تربه صناعي. تربه صناعي. طيب حضرتك عايزه تخلي الزرع يبقى ناضر، هنزود له كومبوست، هنزود لكل قصريه نقول على قد مثلا كوبايه من الكومبوست. ممكن قشر البيض المسلوق يديله عنصر الكالسيوم. هسلق البيض واجي على القشره واطحنها كويس واخلطها معاهم، الاقي الزرع صحي ويديني نتيجه كويسه، وفي نفس الوقت ما حطيتلوش اي كيماويات ضاره بالصحه. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبق السلطه الصحي ده اللي احنا اتفقنا ان بذور دي، الكيس البذور ده بجنيه، واتفقنا قبل كده انه بيعمل حوالي 10 قصاري. طبق السلطه مش هيكلفني حاجه، انا بقص وببقى عندي دايما مقص، بقص ما بعملش من الجد، بقص ما بشدش من الجد. تمام. طيب ايه الهدف ان انا ازرع؟ قبل ما تكملي اتفضلي. الحته اللي انت قصيتيها دي مش بتبقى مرطبه بقى وتبصي تلاقيها بعد كده يعني لونها يتغير، ولا بترجع لا بتطلع تاني؟ مدام بصي هقول لك على حاجه، مدام انت سايبه الجدر. يعني انا مثال بسيط اهو، انا جايبه لحضراتكم الشبت ده من قصريه عندي في البيت بجذوره، ادي الجذور بتاعته. يعني هو كده انا شداه بجدره، طبعا مش هيطلع ما دام انا شداه بجدره كده مش هيطلع تاني. لكن انا المفروض بس جايباه عشان اوري حضراتكم نموذج انه ممكن يتزرع في البيت بكل سهوله. لكن المفروض ان انا الصح كنت بالمقص، هي بتبقى كده مثلا في القصريه كده. اتفضلي كده. دي اللي في التربه، اسيب الجذور في التربه وباجي كده من فوق، وايوه اتفضلي، واروح قصه كده. هيطلع تاني واسيب ده. طبعا ده هيفضل في الطينه بقى، ده هيفضل في الطينه. الحبه دول يا مها مش هيكمل بقى، هيكمل يعني ده ما بيبقاش مثلا بيتعرض للهواء. لا خالص انت قصيتي اللي هو البني ده لا خالص. عارفه زي ايه يا اميره؟ زي بالظبط الشعر لما تقصي يطلع. لا لما تقصي يطلع ويطلع اتقل. المهم ان انا ما شدوش بجد، وريحته تحفه وجميل واورجانيك. وبعدين عايزه اقول لحضراتكم ريحته فعلا الشبت عن بره. ما هو بالظبط ملاحظه اميره صح. استني بقى، استاذ خالد معانا على التليفون غالبا هيسالك. مساء الخير يا استاذ خالد. اهلا وسهلا. انا عاوز اسال عن حاجه مهمه. في زراعات بتجود ان هي يتحط لها نوع من السباخات معينه في الاول، وفي زراعات ثانيه بتتحرق لو الناس حطت الاسباخ دي او الكيماويات والحاجات دي كلها. فاحنا مش عارفينها، فاللي بيشتري حاجه يا اما بيحط لها كميات اسمده زياده وهو مش واخد باله، او يروي وهو مش واخد باله، او يحطها في الظل، او يحطها في الشمس وبرضه وهو مش واخد باله. فاحنا عايزين نعرف فرق ما بين عمليه انواع النباتات. يعني مثلا انا حطيت في مره ريحان من دون ريحان سودا كده، حطيتها في تربه عاديه ما نفعش، لقيت تربه ثانيه كانت متلوثه وريحتها وحشه، لما حطيت فيها الريحان ظهر وطلع بسرعه. الريحان معاك. فدي نسبه مش عارف نسبه التعادل او الايونيه او حاجه زي كده، تبقى التربه حاميه او مش حاميه. فاحنا عاوزين نعرف الموضوع ده بصراحه، وانواع انواع بتجوز في انهي تربه، والظل والحر والري، الثلاث حاجات دول مع بعض، علشان احنا كمواطنين عاديين مش عارفين الزرع بيتحرق ازاي ويتغير، او انهي تربه متعادله او انهي تربه ايونيه تكون بشكل معين. ويا ريت توضحوا لنا زرعه دي ايه وتتحط ازاي وتتسبخ ازاي وكده. حاضر، من عينيا يا استاذ خالد. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. اسئله جميله واسئله موضوعيه. حضرتك اتكلمت عن الريحان، انا جايبه برضو الريحان ده من اثاري عندي في البيت. الريحان ده برضو قبل هنرد طبعا على كل اسئله الاستاذ خالد، بس بمناسبه انه ذكر الريحان احنا عاملين منه النهارده الكاتشب. استخدمنا في الريحان في عمل الكاتشب، وهنقول مع بعض ازاي بنعمل الكاتشب باستخدام الريحان. والريحان من النباتات الجميله اللي بيطرد الحشرات وبيطرد الناموس في الصيف. احنا كده ممكن نحطه في البرطمانات دي ونخليه في المطبخ؟ هي سؤال جميل برضه يا اميره. انا ليه قصاه من الجنب؟ انا ليه قصاه؟ لا محتاج شمس وهواء. انا جايباه هنا عشان اوري حضراتكم ان انا ممكن من قصريه واحده اعمل كذا قصريه. يعني انا قصيت ده بالجنب، دايما لما بقص كده بقص يعني بالورد كده، وخدت الفرعين دول وحطاهم في ميه.
ان شاء الله هيطلع جدر واحطه في الطينه وترجعي تاني تحطيه. اصل انا برضو مره من المرات عملت الطريقه دي، ان انا حطيت بعض زراعات خفيفه في المطبخ، ابص الاقيها بتدبل. لا عايزه شمس وهواء، المطبخ ما فيهوش ما فيهوش. طيب انا عايزه ارد على اسئله الاستاذ خالد. هو قال السماد الطبيعي وبيتحرق النبات ليه؟ هو في حاجات كتير بتحرق النبات. يعني مثلا لو حطينا نسبه عاليه من السماد اللي هو حاجات الحمام وحاجات الاسمده البلدي، دي حاميه قوي، يعني دي بتبقى عايزه نسبه صغيره خالص مع القصريه مع الخليط، لانها حاميه قوي ممكن تحرق الزرع. الحاجه الثانيه ان حضرتك السقيه بقى، يعني احنا داخلين على الصيف، ممكن الزرع يتحرق من كتر الحراره ومن كتر ان انا بهمله في السقيه. هو في طريقه جميله قوي، هستاذنك اميره اخد نبات البردقوش نعمل تجربه كده مع بعض، ازاي اعرف ان النبات ده عطشان، لان انا ممكن اموت النبات من كتر السقيه. ليه؟ الجذور بتعفن، لو انا سقيتها كتير الجذور هتعفن. طب اعمل ايه؟ انا ممكن بجس التربه بصوابعي، ما اكتفيش ان انا اقول لا دي ناشفه من فوق، يعني اعمل كده احس ان انا في رطوبه تحت صوابعي، فيها رطوبه، يبقى خلاص هي مبلوله كويس. ما فيش يبقى اسقيها. ما اكتفيش ابدا بالنظره الخارجيه ان انا لا دي شكلها ناشفه. فممكن الزرع يتحرق من قله الميه والشمس حاميه عليه. في نباتات بتبقى عايزه شمس هاديه وشمس حاميه. تمام. الحاجه الثانيه اللي حضرتك فعلا نسبه السماد او السماد الطبيعي، لا مش كل الزرع زي بعضه، بس انا اعرف ان هو لازم يكون نسبته قليله قوي عشان ما يحرقش. لو السماد زاد بيحرق النبات. الريحان زي ما حضرتك زرعته، الريحان من الحاجات الجميله وبيستحمل. عايزين نقول بقى ايه البصل الاخضر. احنا داخلين على شم النسيم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، واخواتنا المسيحيين بخير وسعاده يا رب. يا ريت نبتدي بقى من دلوقتي نعمل البصل الاخضر البصل الاخضر ده والحلبه طبعا الجميله. ايه رايك؟ روعه وطعمها يعني جميل ومغذي. طعمها حلو، يعني الناس اللي مش بيحب انا ما بحبهاش قوي، بس هي بتدي اللون الاخضر ده بتدي طعم جميل وفايده كبيره. دي حضراتكم بصله عاديه خالص، يعني كل اللي عملناه ان احنا حطيناها في شويه ميه، بس انا براعي ان الميه ما بتلمسش. ثانيه مدام هبه معاكي على التليفون. مساء الخير يا مدام هبه. مساء النور، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بتتابعينا من اول الحلقه؟ بتابعكم ومتابعه كل الحلقات كمان. طيب ان شاء الله نكون يعني بنحوز على اعجابك جدا والله. وانا عايزه اشكر حضرتك واشكر مدام مها وكل اسره البرنامج على الفقرات الجميله. طيب سؤالك ايه مدام مها؟ انا عندي سؤالين لو سمحتي يا مدام مها. البصل لو حطيته في ميه وزرع عمل جدر، ينفع انقله بعد كده في الطينه وازرعه؟ لا، هو بيتاكل بصل اخضر كده، يعني هو كده خلاص انا هقشرها، هي كده جاهزه على الاكل. حضرتك هتقشريها وخلاص، هي كده بصل اخضر بدل ما بتجيبيه من السوق. وطبعا ده طعمه مختلف، يعني انا جربت اكل البصل اللي انا زرعاه ده في البيت انا جربت يا مدام مها الطماطم، طلعت معايا طماطم صغيره وكانت جميله، انا استعملتها وكانت حلوه. ولو ما عنديش الطينه اللي هو البيتموس، ينفع استعمل طينه بس ولا لا؟ ينفع. بس هقول لحضرتك على حاجه، يعني عن تجربه انا من وانا في ابتدائي، انا في موضوع الزرع ده بحبه قوي وخدت فيه خبره. اسفه. الطينه لوحدها بتبقى جامده، بتلاقيها ناشفه، يعني كل ما تخلطيها شويه بالبيتموس ورمل تبقى طريه، تبقى لينه على الزرع. الطينه لوحدها بتبص تلاقيها تقيله وممكن يعني ما تمشيش الزرع كويس. لكن لو ما فيش مش مشكله، هتزرعي فيه كله تمام. الافضل ان حضرتك تحطي معاه شويه بيتموس وشويه رمل. معلش يا مها استاذنك، قولي لها تاني نفس الخلطه اللي قلتي تلتين نقول لحضرتك برضو الخلطه بتاعت التلت والتلتين. هنقول التلتين البيتموس ده تربه صناعي، بتتجاب برضو من نفس المحل اللي بيبيع بذور، اللي هو بيبيع اسمده زراعيه. هنجيب التلتين بيتموس في طبق بلاستيك بخلط، واحنا عملنا حلقات عليها وزرعنا على الطبيعه وعملنا الخلطه دي. التلتين بيتموس والتلت خليط. الخليط ده عباره عن رمل وكمبوست، ده اختياري مش اساسي، انما الاساسي في التلت رمل واللي هو الطينه بتاعت المشاتل. يبقى التلتين بيتموس والتلت رمل وطينه المشاتل. طب في اضافات عشان الزرع يبقى جميل ونضر، نحط كومبوست كوبايه على كل قصريه، ونطحن قشر البيض يديله كالسيوم. فده بالنسبه لسؤال حضرتك. بالنسبه للبصل برضو سؤال مدام هبه فتح لي مجال تاني، ان انا اقول لو عايزه بقى هي تزرع بصل في الطين على طول، يعني في القصاري، مش لازم تنبته كده، مش لازم تحطه في ميه،
تجيب البصله عاديه خالص وتزرعها، بدل ما انا احطها هنا في كوبايه هتحطها في قصريه بخلطه الطينه دي. قد ايه بقى؟ تحطها مثلا لغايه التلتين كده يعني، والتلت التاني متعري فوق. ايوه بالظبط. وهتلاقيها برضو تفرع. انا عندي في البلكونه زرعات كده وبتقص منه وتاخد. انا عايزه بقى نبتدي من دلوقتي نزرع البصل عشان نلحق على شم النسيم يكون بالمنظر الجميل ده. بصوا حضراتكم حتى كزينه في المطبخ شكله جميل، وبعدين طعمه لا خالص، لا ده بقى مش محتاج. ده ممكن نحطه في المطبخ يبقى يدي ده شكله جميل كمان وجزء جميل. طب احنا عايزين نشوف الشكل بقى، الحاجات الحلوه اللي انت عملتيها معاها في البلكونه. دي في البلكونه. ونرجع تاني بقى نكمل، يعني تعلقنا عليها. ونرجع بقى نشوف الازايز الجميله دي. دي اعاده تدوير تجنن. الله يحفظك. نشوف معاكم بقى الزراعات الجميله اللي مها عملتها في البلكونه بتاعتها. عامله بقى ايه يا مها؟ يعني انا حاطه في البلكونه كل مكونات طبق السلطه. حاطه الجرجير، زرع جرجير وشبت وبقدونس. السؤال بقى اللي انا عايزه اساله لك، كام واحده زي دي يا مها بتحتاجيها علشان تعمل كميه وفيره؟ لا هو كيس واحد كفايه. على قد بلكونه يبقى كفايه. اهو معانا الجرجير. دي مجموعه البذور الجرجير زرعتها. الكيس الواحد طلع لي المجموعه دي. عشان كده انا بقول لحضراتكم هي حاجه جميله جدا ومش مكلفه ورخيصه وبتدي منظر جميل جدا. تجنن. الموضوع ده انا بزين بيه البلكونه، السور. هنشوف برضو مع بعض بقيه مكونات طبق السلطه. دي مجموعه الجرجير. ادي برضو ده جرجير وبقدونس وكزبره. جرجير وبقدونس وكزبره. ده كيس واحد. كيس واحد طلع لي الجرجير. يعني كل الاصاري دي كانت كيس واحد ووزعتها على الاصاري. تمام كده انها كيس واحد. كيس واحد. الله. لانها اصاري صغيره. بصوا حضراتكم هنا الناحيه التجميليه بقى، ان انا ممكن احط جوه في الترابيزه في البلكونه، وممكن السور انا عامله اطباق احواض بيضه على السور حتى فيها نبات الصبار، وعلى غطا التكييف انا حاطه الاصاري اللي هي جرجير وبقدونس وكزبره. ناحيه تجميليه. وبرده طبعا انا بقص منه وبعمل طبق السلطه الاورجانيك. دي الفراوله اللي هي معانا هنا في الاستوديو، والطماطم. بصوا حضراتكم بقى الطماطم. الشاليه دي مطلعه كام طماطميه؟ حوالي 10 طماطميات. ليه؟ لان انا مش مكتره ببذور. لما جبت كيس البذور بتاع الطماطم اللي هو بجنيه وزعته على 10 اصاري. كل ما اقلل عدد البذور في القصريه كل ما الطماطم تطلع صحيه وكبيره. وزي ما حضراتكم شايفين ما هياش شيري توميتو، دي طماطم عاديه للاكل وطعمها رائع. يعني اللي يجرب يزرع الطماطم في البيت مش ممكن هيحس بطعم الطماطم اللي بتاعت يعني السوق. فرق كبير قوي. كيس تعملي بيه 10 اصاري. عايزه تكتري وعندك احواض كبيره كتري. طيب في الاكياس. 10 اصاري هيطلع لي دي فراوله اهم طماطم. بصي يا اميره بقى، خلي بال حضرتك بس هيطلع لي كام طماطم الكيس. ده يعمل لك 10 قصايه يطلع لك بالكيلو كذا يعني كيلو. يعني طلع لي كام كيلو؟ كيلو الكيس يطلع لك كيلو مش اقل. يطلع لي كيلو كل قد ايه؟ كيلو وتقصي وتاخدي يعني ممكن الكيس ده يعمل لك في النهايه 2-3 كيلو. الكيس الكيس يعمل لي 2-3 كيلو. اكتر كمان يا اميره. ال 2-3 كيلو بنقطع منهم يطلعوا بعد قد ايه؟ لا بيطلع بقى على طول. هي بتغيب بس بتطلع بعد شهر تقريبا. شهر وشويه. دي الفراوله معانا والنعناع. محتاجه طماطم. ادي الفراوله والنعناع. ودي برضو الفراوله. وشفنا الطماطم. وادي الفراوله برضو في البيت. على فكره الفراوله وجنبها النعناع برضو انا حاطه احواض من الفراوله والنعناع. النعناع رائع. نفسي تجربوا تزعوا. دي بقى عايزين نخلي بالنا من القصريه دي. عباره عن خيار. دول قصريتين خيار. بص حضراتكم انا حاطه في القصريه الصغيره دي بذرتين 2. بذرتين في كل قصريه. ليه؟ عشان تطلع بعد كده النبته قويه وتدي انتاج جميل. انما لو زودت عدد البذور في القصريه الواحده هيطلعوا ضعاف، مش هيبقى. ايوه اللي هي البذور دي. ودي خيار برضو. دي خيار. دي مجموعه شبت وكزبره وبقدونس والجرجير في اقصى اليمين ورا. برضو كزبره وبقدونس وشبت. مجموعه السلطه ومجموعه اللي هي الخضروات للمحشي لاي خلطه نفس الحكايه برضو. الملوخيه اخبارها ايه؟ اهو الشبت على فكره عايزه اقول لحضراتكم الشبت بيعالج 86 مرض طالما انه ما فيهوش كيماويات. يعني الشبت اللي انا زرعاه ده ممكن يعالج 86 مرض ما دام ما فيهوش كيماويات خالص. دي برضو استغلال الحيطه للتزيين. وهتشوفوا حضراتكم البطاطا اللي هي في الطبق الشمال ده. دي عباره عن بطاطا عاديه خالص. حطيتها في الميه قعدت حوالي 3 أسابيع
ونزلت الفرع الاخضر الجميل ده، دي كزينه ملهاش بقى يعني مش هتتاكل ولا لها اي استغلال، لكن هي كزينه بتدي شكل جميل جدا وبتنزل زي البوتس. الاحواض البيضاء اللي على السور دي عباره عن احواض انا جبتها خرمتها من الاسفل وحطيت الطبق تحتها وزرعت فيها اللي حضراتكم شايفينه مفرع زي الشجره ده نبات اسمه صبار الترمسه، من فرع واحد فرعت منه كتير، ده زينه، وحطيته على السور، عملت فتحات في الاحواض من فوق بحديده بحيث تتسند على سور البلكونه تبقى تدي شكل جمالي. اللي على الحرف ده البطاطا برضو هنلاقي انها يعني بتدي شكل جميل. دي نبات الوينجت، دي زرعه جميله برضو على الحيطه بتتعلق كده في اثاري بلاستيك وبتدي شكل جميل جدا. ده منظر عام الاحواض. وهنلاقي فيه برضو اللي هناك دي نبات الصار وليمون. كانت مدام شيرين الحلقه اللي فاتت سالتني على نبات بيطرد الناموس، هي دي يا مدام شيرين، ويا ريت كلنا نحط النبات ده مع الريحان والنعناع، بيطرد الناموس والحشرات، اسمه الصار وليمون. هي واضحه اهي، اللي هي مصفره من فوق شويه، اللي في الشمال دي شويه. ايوه بالظبط مظبوط كده، دي بتطرد الناموس وبتقلل برضو الحشرات، ما بتحبش الحته. ايوه مظبوط تمام. واللي حواليها طبعا جرجير، كل اللي حواليها في الارض جرجير. وده منظر عام بقى كل النباتات اللي هي طبق سلطه كلها زرعاها، شبت وبقدونس وجرجير وخيار والطماطم. يا ريت كانت تيجي الصوره اللي فيها الطماطم اللي هي في الحوض الكبير، اللي ده نبات الصار وليمون من قريب عشان نعرف شكله ايه، اللي هو بيطرد الناموس، وبنحطه طبعا في الشمس مع البلكونه، شمس وهواء واضاءه، وبيتسقي زي بقيه الزرع. تمام. في صوره للحوض الكبير اللي فيه طماطم، لو وصلنا لها يا ريت، عايزه اشرح لحضراتكم ازاي من الطماطم. ايوه بدانا من هنا بقى. القصريه الصغيره دي مطلعه كام؟ عشان كانت اميره بتسال حجم الكيس بيطلع قد ايه. لو عدينا حضراتكم اللي هو مستوي فيها، اللي ظاهرين في الكاميرا دلوقتي 3 فيهم حوالي 5 أو 6 اخضر، يمكن الكاميرا ما جاومش او هي لسه صغيرين. يا جماعه والله الطماطم هتغلى في شم النسيم، نلحق نزرع دلوقتي، نلحق، لان نكمل بقيه الصور لو بعد اذن حضرتك. هتلاقي ايوه ادي تاني الطماطم في القصريه اهي المتوسطه. لما هنوصل للقصريه البيضاء الحوض الكبير هوري حضرتك. ايوه الله ينور، هي دي بقى. شوفوا حضراتكم حجم الطماطم لما انا كبرت الحوض بقت حجم الطماطميه قد ايه. يعني شوفوا حضراتكم الفرق بين حوض صغير، اللي هي القصريه اللي عدت في الصور اللي فاتت، كانت الطماطميه صغيره يتهيأ لك انها تشري، لا هي هتكبر بس مش قوي. الحوض ده عشان كبير الطماطم طالعه فيه بسم الله ما شاء الله، ممكن كبيره وكتير، بس كتير مش عدد بذور. معلش ربع بس هستوقفك شويه. قولي لي انا بقى عايزه ازرع الطماطم دي، هجيب الكيس ابو جنيه احطه قد ايه؟ بصي حضرتك الكيس ابو جنيه هتفرغيه في عدد من القصاري. طب قبل ما مدام شيرين اسمع، يعني عشان مدام مها بس نلحق تفهمني الحته دي. بصي يا مها، دلوقتي انا هجيب مش عارفه، مش لاقيه الطماطم هنا. طيب هي يمكن لا هي هنا اهو، هوريكي بذور الطماطم اللي هي بتبقى حمراء شويه كده. طيب اتفضلي. طيب الطماطم يا اميره مش عايزه زحمه، مش عايزه زحمه، يعني عايزه ان انت تحطيها عدد قليل من البذور في القصريه. كبرتي الحوض من هنا كبرتي اهي. طيب دي الطماطم اهي، دي الطماطم تمام. في الكيس ده كمان في الطبق ده. كل ما حضرتك تحطي عدد قليل من البذور في قصريه تبقى حلوه. احط قد ايه الكيس ده؟ هتحطي مثلا ده يعمل 10 قصاري من الحجم المتوسط. ده يعمل 10 قصاري. معلش نرمين هتقدري تجيبي لنا الكيس؟ بصوا ده هيعمل 10 قصاري. هاتي لي الكيس ده بعد اذنك هوريكي كيس طماطم اوضح برضه. ده ما فيش، ده صغير جدا. بصوا حضراتكم كل ما تكبري اهي الطماطم، كل ما تكبري القصريه كل ما تديكي نتيجه زي ما شفنا في الصور. ممكن توريني بايديكي قد ايه القصريه؟ الحجم ده يعمل منه قد ايه؟ تحطي منه 3 بذور او رشه 3 بذور بالعدد او 4 يا شيخه. 3 بذور او 4 اشوفهم ازاي؟ هقول لك ليه يا امير، هقول لك ليه. لانه كل ما بتزودي العدد كل ما هيبقى زحمه وتطلع تشيري توميتو صغيره. يعني كل ما نكبر الحوض ايوه اهي عندك المعلقه اهي. بصوا حضراتكم معلقه الايس كريم الصغيره دي ممكن اخليها معيار ليا. كل ما القصريه تزيد كل ما انا اكبر. يعني قصريه كبيره تاخد المعلقه دي، قصريه صغيره تاخد ربع المعلقه. معلقه ايه من البذور؟ هو كله معلقه. ده هو بصوا يعني هي معها تقريبا قصدها ال3 دول،
ايوه 5 مثلا على قد القصريه دي، 5 بذرات على القصريه دي. جبتي حوض كبير، لا خليهم الضعف 10. ما تطلعوا لي قد ايه الثلاثه دول؟ هيطلع لك زي ما شفنا في الصوره. انا حتى البذور طلعت قد ايه، حوالي 5 مستوي و5 مش مستوي يعني، وتقصي وتاخدي. بس انا بقول لحضرتك هتقصي ازاي؟ هتقصي بالمقص، تاخدي الطماطمايه وتقصيها كده. وهنتكلم على فكره تطلع بعد قد ايه؟ لا بتغيب حوالي شهر. يعني لو حطيت شهر ونص كمان، شهر ونص يعني يطلع على اواخر، لا ده يكون عدى شم النسيم. يبقى هتطلع لنا على اول 6. اللي نلحق نعمله دلوقتي عايزه اقول لحضراتكم الخضره في الصيف بتتحرق. طب ناخد شيرين على التليفون وبعدين نكمل. الو شيرين. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازي حضراتكم؟ اهلا وسهلا. منورين الشاشه والزرع الجميل ده اللي بيدعو للتفاؤل والبهجه. ده جمالك انت. الله يخليك يا فندم. انا بشكركم طبعا لان مدام مها فاكره سؤالي وردت عليا دلوقتي، فطبعا بشكرها جدا على تقديرها وذاكرتها. بسم الله ما شاء الله، الله يخليك يا رب. بس عايزه اعرف بس سارو الليمون دي يعني بتتكتب ازاي؟ يعني بالسين ولا مش عارفه. سارو سين الف ر واو ليمون. يعني كاني بكتب ساره بس سارو. ايوه الله ينور عليك. شكرا. وكنت عايزه افكر مدام اميره بالزرعه الجميله اللي برضه ذكرتيها مره، اللي هو نبات مسك الليل. مسك الليل اللي بيدي ريحه حلوه. فبرضه ده هنلاقيه متوفر ونزرعه ولا ايه؟ ده جميل قوي مسك الليل ده. على فكره هتلاقيه متوفر بس مش بذور، يعني هتلاقيه نبات وتحطيه انت تزرعيه زي البوتس كده. ايوه الله ينور عليك. وعلى فكره بمناسبه البوتس، انا عندي زرعه واحده، انا عندي زرعه وعملت منها كذا واحده. معلش. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك. بصي يا حبيبي، بصي يا شيرين، هتاخدي يعني مثلا لو هو ده البوتس، هتاخدي من الفرع الثاني كده تقصي وتحطيه في ميه. بيتقص بالورد يا فندم صح؟ ايوه بيتقص بالورد. ومنه يعني انت ممكن من قصريه واحده انا عامله 10 قصاري. ايوه. ليه؟ لانك بتاخديه بالجنب بتحطيه في الميه وبيطلع جدر. يبقى انا النبات الواحد ممكن اعمل منه زي ما عملنا في الريحان، ممكن زرعه واحده اقص من الفروع وانبتها في ميه بتطلع جدر. بالنسبه للبوتس واخده واحطه في قصاري مستقله، يبقى زرعه واحده عملت لي كذا قصريه. يعني انا فعلا هو البوتس اللي جربته وطبعا البطاطا والبصل والحبه دول حاجات سهله، لكن الجديد النهارده بقى اللي عجبني قوي الفراوله. ايوه برافو عليك. ما شاء الله جميله جدا يعني. وبعدين بصي يا شيرين هقول لك على حاجه. انت ملاحظه ان حبايه الفراوله اللي هي كانت طرحه هنا قد ايه؟ بصي حجمها قد ايه؟ صغير. شايفه؟ عارفه ده طعم يمكن انت صغيره في السن، يمكن بتبقى الناس الكبار يعرفوا. لا بتبقى ليها نكهه وطعم وريحه غير الكبيره. لو تشمي ريحتها، لو تشوفي طعمها ايه غير اللي في السوق خالص. وبعدين كفايه ان هي طبيعيه ما فيهاش اي اسمده ولا اي حاجه خالص. دي فعلا هي دي الميزه. شكرا يا فندم، ربنا يخليك لينا يا رب. شكرا ليك يا شيرين. العفو يا فندم. شكرا ليك. احنا عايزين نقول فكره تدوير البلاستيك دي، يعني نشيلها بقى مع بعض. بصوا حضراتكم دي فكره بسيطه خالص مع بعض لازم في بعض دول. دي اكنها مكرميه كده هنعملها. بصوا بقى حضراتكم، ده اعاده تدوير لازايز الحاجه الساقعه لما بتفضى. طب اعمل ايه؟ ازازه الحاجه الساقعه بعد ما فضيت قطعتها مستطيل بالقطر، وحطيت هنا الخلطه اللي احنا قلنا عليها، رمل على بتموس على طينه، وحطيت بذور وحطيت بذور بقى الجرجير والشبت والكزبره والكلام ده كله. بتطلع وبتتسقي وبتتحط على الحيط. لو رفعناها كده مثلا، بصوا حضراتكم شكل جمالي. ده كان ايه؟ ده كان قمامه، يعني انا مش مستفيده بيه خالص، فبقى شكل جمالي حلو. وبتعمل معانا معلش عايزين نفهم المشاهد دي بقى منين، ازاي دخلتيها هنا. هقول لحضرتك دلوقتي. انا قطعت الازازه بالقطر من فوق على هيئه مستطيل اهي، هنا مستطيل كده بالقطر، تمام. وبعدين حطيت فيها خلطه الطينه اللي هي البتموس على الرمل على الطين. ايوه الله ينور، بالظبط كده، هي المستطيل ده بالقطر. وبعد ما قطعته حطيت خلطه الطينه اللي احنا عملناها، طينه وبتموس ورمل، خلطتهم وحطيت بقى قشر البيض المطحون وحطيت شويه كومبوست، وفي الخليط ده حطيته في الفتحه المستطيله، وحطيت بذور الجرجير، وهنا تحت حطيت بذور. لو رفعناها كده شويه ادي هنا بذور البقدونس. الحته دي بتتربط ازاي؟ وده خيط ايه عملناها ازاي بقى؟ دي دبار
ده دبار. ده دبار. عملت بالابره شويه. ايوه بالظبط كده. عملت بالابره ابره تخين شويه، فتحه هنا في الازازه. وري لهم على لا بصي افهمها علشان الكاميرا. لا الكاميرا اللي فوق دي يا نرمين دي عملنا بيها خرم بالابره هنا علشان انفذ الخيط منها يطلع من هنا يشبكها، ونفس الوضع تحت في اللي هي الازازه اللي تحت اهي. يبقى الخيط مشي، خرمتها من هنا لهنا اهي تمام بالظبط كده. ايوه والخيط برضو من تحت هنا نفس الوضع. احنا هنشرح على دي. اتفضل. بس يا ريت معلش ممكن تجيبوا لنا الكاميرا ديت، ممكن تجيبوا لنا الكاميرا دي اهي. ايوه بصوا من هنا ثقب هنا وثقب هنا، بصوا يعني زي سيخ كده محطوط من هنا لهنا بالظبط كده. فهمتوا؟ والادي الخيط لازم كده الحته دي تتشرح كويس يا محمد بالظبط. في نفس الوقت الناحيه الثانيه اللي هي مربوطه من هنا. ايوه عشان تعمل كده بالظبط، تدي التوازن ده. الخيط دي التوازن ده دبار. ده دبار بيتجاب يعني في المنشيه او في الزنقه. ونفس الوضع اللي عملناه تحت في الازازه اللي تحت، بحيث ان هي تبقى دورين. ممكن حضرتك عندك مساحه خليهم 3 4 5 بحيث ايه اعاده تدوير، وشكله جميل جدا وبتطلع فيه الزرع كده وبيبقى شكله روعه. وانا استغليت حاجه كنت يعني مش محتاجاها، يعني كانت عباره عن مهملات في البيت، وممكن حتى تتحط كده كمان شكلها حلو. بمناسبه الخضره بقى انا عايزه ادي لحضراتكم يعني عن تجربه. ساعات الخضره بتدبل مننا في البيت، اجيب مثلا خضره في الثلاجه واحطها الاقيها دبلت، وساعات لما بتدبل قوي بقى زياده عن اللزوم بنضطر ان احنا نرميها. لا ما ترميهاش. هقول لك على فكره بسيطه خالص. هاتي طبق وامليه تلج وحطي الخضره بعد ما تتغسل فيه زي ما هي. يعني انا غسله الخضره دي شكلها كده في الثلاجه غابت ودبلت، لا احط في طبق كميه تلج ومثلا معاهم كوبايه ميه ساقعه بحيث تغطيهم، يعني تغمر الميه بالتلج الخضره كلها، ونقعيهم فيهم حوالي ساعتين في الثلاجه. هتطلع كانك لسه شارياها حالا. لا عشان حرام الخضره بتبقى غاليه، وحرام اصلا نرمي اي حاجه. يعني دي فكره بعد ما تعمل اللون ده ولا اول ما جبتها حضرتك لقيتيها دبلت. يعني هي زي ما هي، لكن لو صبحه وكويسه ما جرالهاش حاجه ما احطش فيها تلج. لا خالص هي اوكي كويسه. في فكره تانية بقى عايزه اقول لحضراتكم عليها، عجبتني قوي وعن تجربه برده جميله. احنا في الصيف انا ليه بقول لحضراتكم نبدا نزرع البقدونس والشبت والجرجير وكل الخضره، لان في الصيف الحراره العاليه بتحرق المحصول. حتى لو نزلتي حضرتك تشتري مثلا حزمه بقدونس بتلاقيهم 3 4 عيدان بنص جنيه، ما بيكفيش. طيب نزرعهم في البيت. وفي حاجه تانية، اخزن الخضره. دي فكره جديده عايزه حضرتك تعرفيها. ممكن نخزن الخضره ازاي بقى؟ نقطعها. انا عندي الخضره اهي غسلتها وبقطع بقى الاجزاء دي كده صح، وبحطها بقى على القرمه وبقطع بالسكينه، بقطع رفيع قوي. بعد ما بقطعهم هتسود لو انا سبتها كده. طب اعمل ايه؟ بحطها بعد ما بفرمها في قوالب التلج. بعد ما احطها في قوالب التلج اروح مغطياها بشويه ميه وادخلها في الفريزر. هتيجي تطلعيها مثلا ساعه ساعتين، هتلاقي تيجي تفكيها بقى تقلبي قالب التلج، هتبصي تلاقي القوالب نازله غطى التلج من فوق والخضره من جواها. تيجي بقى حضرتك عايزه تعملي محشي او عايزه تستعمليها في ايا كانت الخضره، تحطيها زي ما هي. حبه الميه اللي هو طبقه التلج دي هتفك، وهتلاقي الخضره في الاكل زي ما كوني لسه شارياها. طب انا هعملها خزني، لان السلطه دايما الواحد يجي يقطع السلطه لسه هقطع البقدونس. دي فكره للمراه العامله. صح زي ما اميره بتقول فعلا. الواحد ممكن لو المراه العامله مستعجله ممكن تعمله. دي فكره هايله. الفكره الثانيه ان انا بخزن لموسم الصيف. يعني احنا دلوقتي اتفقنا اهو هنزرع. ميزه البقدونس والجرجير والشبت ان هو ما بياخدش وقت، في خلال الاسبوع 10 ايام تبص تلاقيه ابتدى يطلع وتقصي منه. طيب. خزنيه قبل ما الدنيا تغلي. هنا بقى فكره الكاتشب باستعمال الريحان. ازاي عملته بالريحان بقى؟ مقادير الكاتشب عشان نعملها دلوقتي. الطماطم رخيصه، خلوا بالكم ليها هتغلى علشان من النسيم. بنجيب كيلو طماطم، بنحط معاه فلفل. لو انا عايزاها سبايسي بحط معاها فلفل حامي. انما المكون الاساسي مع الطماطم ان انا بحط بصل. مثلا كيلو الطماطم هياخد بصلتين كبار، ياخد مثلا 5 أو 6 فصوص ثوم.
بقطعها عشوائي، مش لازم صغير ولا كبير. بقطع الطماطم مع البصل مع الثوم واسيبه على النار من غير ميه ولا حاجه لغايه ما يتبلوا ويبتدي تنزل كلها تنزل ميتها. بسيبها تبرد وبضربهم في الخلاط. بعد ما بضربهم في الخلاط بصفيهم وبرجعهم على الحله تاني. هنا بقى بيجي دور الريحان الجميل. الريحان اللي هو الصلصه الكاتشب او صلصه الطماطم العاديه ما يستغناش عنه ابدا. بعمل ايه؟ بجيب الريحان كده، بقص مثلا كده، احنا اتفقنا زارعينه اهو في البيت، بقصه وبحطه يغلي مع الطماطم. بحطه يغلي مع خليط بعد ما يكون الطماطم والبصل والثوم اللي هو متصفي، وبسيبه يغلي معايا. ريحه جميله جدا، طعم ونكهه رائع. بسيبه يغلي وبحط معاها حاجه بقى عشان تطلع معاكي الكاتشب زي الجاهزه بالظبط. حطي سكر، معلقه كبيره سكر، حطي كوبايه خل، حطي قرفه وملح وفلفل وتوابل، خليط التوابل اللي هي ايه، خلطه البهارات اللي احنا بنجيبها جاهزه، او احنا عندنا خلطه ممكن نقول، وبتطلع رائعه بريحه الريحان. يعني شوفي اخلي مستمتعه جدا 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 بالكوكبه اللي تجنن دي اللي انا اتفضلي يا اميره وشمي. ولو دقتي الكاتشب هتلاقي ريحه الريحان جوه الكاتشب تجنن وحلوه. وانا عايزه انوه، يعني هو طبعا فقرتنا انتهت لان احنا عندنا فقرات تانية. انا مضطره اسفه ان انا يعني نخلص الفقره دي دلوقتي لان احنا عندنا فقرات اخرى. لكن احنا بننوه ان الاسبوع القادم معانا مها مش بقى هتقدم لنا جرجير وخيار وطماطم، هنعمل المكرونات بخلطات مختلفه لان احنا بنزهق من الاكل. حاضر. طب اكمل الفقره يا سهى. عباره عن مكرونه بالصوصات المختلفه. صوص البيستو انت قلتي لي، تمام. وصوص ايه كمان؟ الصوص في صوص البيستو، وفي صوص المايونيز، وفي صوصات كتير، وفي الصوص الاحمر، وفي كل انواع الصوصات، وممكن بالموتزاريلا، ممكن كل حاجه. فاحنا انا هستأذنك في نص دقيقه عشان انا جايبه النبات ده مخصوص اللي هو البردقوش. في نص دقيقه نقول للاستاذ احمد عشان عنده دهون على الكبد وانا جايباه له مخصوص. طيب حاضر، هخليكي تقوليها بقى على طول. بس احنا بننوه لحضراتكم نخليكم معانا، عندنا حلقه مميزه جدا المره الجايه مع مها. هنعمل مكرونه، اشكال المكرونه كلها مع الصوصات المختلفه. طب الحلقه اللي وراها عشان الحلقه الجايه معلش هتبقى تحرير سين. اتفضلي بقى في دقيقه واحنا على طول. كان الاستاذ احمد طلب مني نبات علشان هو عنده دهون على الكبد، وانا جبت له نبات البردقوش. نبات البردقوش ده حارق للدهون وممكن يعمل منه صوص، يخلي البردقوش مع زنجبيل وثوم وليمون وزيت زيتون. يا ريت يا استاذ احمد لو حضرتك متابعنا، انا زي ما وعدت حضرتك اني هجيب لك البردقوش ده. شكل نبات البردقوش بيتقص منه جزء كده وبيتحط في ميه مغليه على طريقه الشاي الكشري. بغلي كوبايه ميه وبحط فيها البردقوش واشربه. دي طريقه تانية ان انا بعمل خلطه عباره عن بردقوش وزنجبيل وثوم وليمون وزيت زيتون، وبتحطهم حضرتك في اي حاجه، تتبيله سمك، تتبيله فراخ او لحمه او حتى على الفول. بتبقى رائعه وحارقه للدهون وسهله على الهضم على مرضى الكبد، وربنا يشفيك ويشفي كل مريض. وانا متشكره قوي للقاء الجميل. انا اللي بشكرك جدا يا مها. احنا عايزين الحلقه مش اللي جايه، اللي بعدها اللي جايه هتبقى عيد تحرير سينا. كل سنه وحضراتكم طيبين ومصرنا الحبيبه بخير. لكن الحلقه اللي بعدها هنعمل مها من هنا بقى اللي بعدها باسبوعين تفكر لنا جميع انواع الصوصات المختلفه اللي ممكن ناكل بيها المكرونه، والنبات ده بيديله طعم رائع، والنباتات المختلفه. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، هنتوقف مع حضراتكم لحظات ونطلع نشوف الاعمال اليدويه الجميله بتاعه شعبنا الحبيب، شعب المصري، ونرجع نستقبل ضيفنا الكريم.